يعني والزمالك لو بيتجامل كان يبقى 14 دوري. كان بيتجامل فين؟ لكن انا بقول لك انا دوري الزمالك اما بيبقى كويس بيكسب، مش كويس ما بياخدش بطولات. ليه؟ لان في مشاكل زي ما اتكلمنا، يعني مشاكل داخليه من زمان. يعني لو بيتجامل ما كانش وصل ل 14 دوري. اكيد طبعا، بالعقل كده. كان هيبقى قد الاهلي في البطولات؟ لا طبعا. لا 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 طبعا، راجل زملكاوي مش هيبقى عاوز. عمرنا ما هنكون قد النادي الاهلي في البطولات. لان النادي الاهلي دايما قافلين على نفسهم شويه. عندهم سيستم. احنا زي ما اتكلمنا عندنا مشاكلنا، بعض المشاكل الداخليه داخل نادي الزمالك، سواء بقى من رموز، سواء من اعضاء، سواء مجالس ادارات متعاقبه. ده الفرق بيننا وبين النادي الاهلي. النادي الاهلي مثلا مش الاستاذ محمود طاهر وشخصيه ليها كل التقدير والاحترام، ما تكلمش ولا كلمه. نجي الكابتن محمود الخطيب بيكمل الشغل اللي اتعمل. صح ولا مش صح؟ ولا انا بتكلم في حاجه تاني؟ ده اللي كنت بقول عليه، ده اللي كنت بقول عليه. فانا بقول لك احنا مشاكلنا داخليه عشان ما نضحكش على الناس. اما نحل مشاكلنا ويبقى عندنا سيستم كويس، ويبقى عندنا ناس خايفه على النادي وبتحب النادي، اكيد هناخد بطولات. وانا شايف ان مجلس الاداره اللي موجود، الكابتن حسين لبيب والمجموعه، ناس كويسه زي اللي قبلهم كويس، بس هي الموجه عاليه قوي في نادي الزمالك. يعني